السلام عليكم، يسعد اوقاتكم. كيفكم متابعيني الكرام؟ شو الاخبار؟ حبيت اطلع عليكم بهالفيديو لطمنكم عني. بشكر كل يلي سأل عني وعما يبعت لي بالتعليقات وينك وين هالغيبة. حبيت اليوم افتح هالفيديو لاحكي لكم سبب غيابي كل هالفترة. طبعا انا تقريبا الي من الشهر الثاني ما نزلت فيديو بقناتي. بتتذكروا كانت فترة الزلازل، كانت فترة كتير صعبة علينا، فاجعة، حدث وفاة يعني أشخاص من العيلة، الله يرحمهم يجعل مسواهم الجنة. كتير تأثرنا بهذا الشيء، حسينا إنه الدنيا صغيرة ونحن كتير مقصرين تجاه رب العالمين. كانت فترة توتر، يعني كتير كانت تصير إشاعات يصير هلأ زلزال، بعد ساعة زلزال، المسا زلزال، يعني كنا بفترة كلها توتر. الحمد لله رب العالمين مضت على خير. بنفس الفترة بنتي صارت تشكي من وجع برجلها، تقلي انه كانت عم تلعب مع الولاد ووقعت. عطيتها ستامول يعني مهدئ. لتاني يوم استمر الألم، أخدت على دكتور، طلب لي صورة. صورت لها رجلها، قال لي بجوز يكون رد، يعني ما في شيء كسر او شيء، بجوز يكون رد من الوقعة. اعطاني دواء ستامول والتهاب، قال لي من هون لاسبوع اذا ما تحسنت راجعيني. بالعادي لما بنعطي دواء الالتهاب للطفل بعد يومين ثلاثة الولد يعني ولا كأنه كان مريض. هي بالعكس تماما، زاد الألم عندها، صارت تآلمها بزيادة، ما عاد تحسن تمشي عليها منيح مثل العادي. راجعت الدكتور، رجعت عطاها دواء جديد. أنا قلبي ما ارتاح، قلت لأخذها على دكتور تاني. الطبيب التاني رجع طلب لي صورة لرجليها، قالنا في التهاب حاد بالعظم وبده عملية فورية. نحنا كتير انصدمنا انه من وين بده يجي الالتهاب، معقول وقعة تعمل هذا الالتهاب كله بهالسرعة يعني؟ ما اخذت بحكي الطبيب، قلت له روح على طبيب تاني. طبيب تاني حكى نفس الشي. بعدين قلنا بما انه الموضوع بخص العظم نروح على طبيب عظمية، يعني بضل هو اعلم بوضعه اكتر من اطباء الاطفال. طبيب العظمية كمان طلب لنا صور لرجلها، صورنا لها، قالنا انه العظم ما في اي التهاب، بس خلينا نعمل صورة ايكو بطن، بلكي الالتهاب نازل من فوق يعني من بطنها. رحنا على دكتور ايكو، هو عم يصور لها، بين عنده انه في كتلة فوق الكلية. نحنا يعني انصدمنا، ما عاد نعرف شو بدنا نسوي. معقول انه من وين كيف هيك صار بهالسرعة؟ يعني لو ما وقعت نحنا ما نعرفانين بالكتلة. بحياتها ما شكت من شيء ولا تآلمت ولا شيء. قالنا ممكن تكون التهابية، ممكن تكون ورمية. حولنا على طبيب أورام، وطبيب الأورام طلب صورة طبقة محوري للبطن. أخدناها طبعا بأسرع وقت، عملنا لها صورة الطبقة المحوري، بينت الكتلة إنه هي ورمية. نحنا هون مثل هيك يعني حسينا حالنا بحلم، مصدومين، ما نعرفانين شو بدنا نعمل. معقول هيك بهالسرعة؟ طبعا كله شغل رب العالمين، وهيك إرادة رب العالمين، هيك الله رد لها. طبيب الأورام حولنا على الشام، قلنا هناك رح يكون العلاج. اختصروا الوقت مشان ما تتأخروا على الطفلة، لأنه شو من عملتوا هون صور أو تحاليل رح يرجعوا يعيدوا لكم إياها بالشام، فشان ما تعذبوا الطفل كتير. نحنا بأسرع وقت طلعنا على الشام،
وكمان عملنا لها صور طبقة محورة جديدة، عملنا لها صورة رمضان عظام، عملنا لها صورة MIBG. هاي الصورة الملونة بتبين مكان الورم بالجسم وين انتشاره. لسوء الحظ انه مرضى طلع بالعقد العصبية الفوق الكلية، يعني الكتلة موجودة اساسا بالعقد العصبية فوق الكلية. المرض اسمه نوروبلاستوما وهو سريع الانتشار. تخيلوا خلال فترة أسبوعين ل3 أسابيع لبين ما نحن عم نعمل صور وتحاليل كان المرض منتشر وواصل للعظم، واصل للعظم لنقي العظم، عند انتقال للفخذ الأيمن وعند انتقال لأسفل الفخذ الأيسر. هو مرض صعب شوي، نسبة الشفاء فيه ما عالي، يعني ما بتتجاوز 25%. قالنا الطبيب لو ما نواصل للعظم كانت نسبة الشفاء 85%، بس بما انه الموضوع واصل للعظم يعني نسبة الشفاء بتقل شوي. ما بتتخيلوا مشاعرنا، يعني نفسيتنا تدمرت على الآخر، ما تقلنا نفس عالشي. يعني طفلة عمرها 3 سنين ونص تنصاب هيك مرض، يا ربي دخيلك، لا اعتراض على حكمه، هيك الله رايد لها، هيك نصيبها. الحمد لله كل شي من الله بيجي يا محلى. تخيلوا سبحان الله كيف هيك قدرة رب العالمين. المرض طلع بيجي خلقة بيروح قبل السنة وبيجي بهذا العمر، ونحنا بحياتنا ما لاحظنا عليها اي وجع اي ألم، ولا ظهور مثلا منطقة متورمة بجسمها او كتلة ظاهرة، لا بتشكي من شيء، اكلها كله ممتاز. يعني ما بتقول ما بدي مثلا اكل هاي الشغلة، بتاكل كل شيء، بتلعب مع الاطفال، يعني ما بتهدى. ولا بحياتي لاحظت عليها انه هي فيها ألم او قالت مثلا بطني عم يوجعني، اجري عم توجعني، ولا ابدا. يعني لو ما وقعت انا ما عرفت بهذا الشيء. الحمد لله. يعني نحن عم نعمل اللي علينا، انا ما عم نقصر تجاهها ابدا. ابوها العيلة كلياتها واقفة معنا، كل ما حد سمع بقصة يعني عم يدعي لها وكله عم يفائلنا ان شاء الله رح تطيب. انتو خليكن قوايا. يعني انا يعني قديش يعني تخيلوا شعور الام، ما بعرف كيف بدي اعبر لكم. يعني قديش انا متحطمة نفسيا، ما عاد إلي نفس على شيء، تسكرت الدنيا كلها بوجهي. بنفس الوقت ما بدي اضعف قدامها لحتى ما هي تضعف، لانه الطفل اذا شاف اهله ضعاف عم يبكوا قدامه رح هو يتعب بزيادة. ف يعني عم حاول اكون قوية قد ما بقدر. اذا بدي ازعل بيني وبين نفسي، عم حاول انه ادعمها، ما حسسها انه هي مريضة بالرغم من كل وجعها. تخيلوا كانت باول فترة قبل ما نبلش بالعلاج الكيماوي كانت ما تحسن تنام بالليل، الألم اكتر شي يكون بالليل، يوجع بطنها، توجع رجلها، اذا بدي غطيها تقلي شيلي الغطا عني، يعني عم يوجعني كتير، كانت تحرق لي قلبي. ابوها كتير زعل، يعني هي كتير كتير متولعة فيه، بتعرفوا البنات وحنيتهم، وهي كانت الصغيرة فهيك يعني قديشها متعلقة بأبوها. الحمد لله. يعني أنا بدي أدعمهم نفسيا، بدي أقوى زوجي، بدي أكون أنا قوية لحتى إنه هن يقووا. ما بدي أشوف حدا ضعيف، بدي أغير جو العيلة، ما بدي إنه حس إنه في بيتي مرض وخلص أنا لازم حط الحزن بالجرن وازعل. بالرغم من كل شيء، مع انه انا حاسه انه لساتني بحلم، يعني ماني مصدقه، بس واحد بده يقوى، ما بده انه يكون ضعيف. الحمد لله رب العالمين. في لمرضى خطتين من العلاج، في علاج مكثف وفي علاج مخفف. العلاج المكثف نسبة الشفاء بين 20 و25%، أما بالعلاج المخفف نسبة الشفاء بين 10 و15. مع العلم بالعلاج المكثف في خطورة على حياتها بتكون من الجرعات وآثارهم بنسبة 5%. يعني نحن لسه يعني بدنا حدا هيك يفائلنا، حدا يعطينا أمل. بدنا نسبة شفاء عالي، يعني ما لنا مستعدين نخسر الصغيرة، بدنا نعمل اللي علينا.
استخرنا رب العالمين، استشرنا أطباء، استشرنا الأهل، فكرنا كتير. يعني إنه ما بدنا نختار خطة علاج ونندم عليها بعدين. قلنا خلينا بالعلاج المكثف، بالرغم انه في نسبة خطورة، بس بيضل العلاج المكثف نسبة الشفاء فيه أعلى، وأكيد رح يكون أقوى على المرض. توكلنا على الله، دخلنا بهذا الخط. أعطوها 3 جرع. بالجرعة الرابعة الطبيب خبرني، طبعا ما بتتخيلوا، من أول جرعة بلشت بنتي تضعف، قل أكلها كتير، نفسيتها تتعب، ما لها حيل تعمل شيء. شو ما عطيتها تاكل، شو من شربت ما تتقبل. يلي العفو منكم، يلي تاكلوا تستفرغوا من أثر الجرعات، ما عاد تحسن تمشي على رجليها من المرض. يعني هاي الفترة قضيناها بالمشفى، نطلع ما في نطلع 2-3 على البيت، نرجع أسبوع على المشفى. يعني كانت فترة كتير صعبة علينا. بعد أسبوع من الجرعة في مرحلة تثبيط، تنزل مناعتها، بينزل خضابها طبعا. وكل فترة المرض في حرارات مستمرة. الله يعينها ويشفيها، وهي طفلة بتحرق القلب. المهم بعد الجرعة الثالثة الطبيب خبرني انه رح نعطيها هاي الجرعة الرابعة، رح نعملها تقييم. اذا ما حسينا في تراجع بالورم رح نضطر نحولها للعلاج المخفف، حتى ما نعذب الطفلة اكتر. نعطيها علاج مكثف قوي ويتعب جسمها بزيادة وهو بدون فائدة. عملوا لها التقييم، مع الأسف الكتلة بدل ما تصغر أو مثلا توقف عن حدها مع تكبر، بالعكس هي ولا كأنه أخذت العلاج المكثف. بالرغم مش قد تعبت، نفسيتها جسديا شعرها كله هر. الحمد لله إننا كله بيتعوض، المهم هي الطيب. خبرنا الطبيب من خلال التقييم إنه الكتلة كبراني أكتر وبدنا نحولكم للعلاج المخفف. يعني نحنا ما بنلحق نقوم من صدمة ننصدم صدمة تاني. كان عنا أمل إنه هون نسبة الشفاء أعلى، ممكن إنه تتعافى، ممكن إنه يتحسن وضعها. الشيء الوحيد اللي تحسن بوضعها خلال فترة العلاج المكثف إنه كانت ما تحسن تنام بالليل من الألم، تشكي دائما. تحسنت بهدول الجرعات، إنه يعني تحسن نومها، ما عاد في شكوى. يعني هذا اللي تحسن بوضعها من خلال الجرعات المكثفة. لما حولوها للعلاج المخفف طبعا قالنا الطبيب هون رح احسن ما تقعد بالبيت وتاخد مسكنات، خليها على العلاج المخفف. يعني بضل عنا امل ان لعل وعسى بقدرة رب العالمين انه اذا كان العلاج مخفف يعني هيك نفسيتها بتكون احسن، بتخف الحرارات عنا، تحسن تاكل، بلكي بتقوى. عطوها جرعتين مخففات. يعني هي كانت بالعلاج المكثف كل 3 أسابيع في عندها جرعة مدتها 3 أيام أو 4 أيام. هلا بالعلاج المخفف كل أسبوعين عندها جرعة مدتها 5 أيام. عطوها جرعتين، ما بعرف هلا لسه بيعطوها جرعتين، بيعملوا لها التقييم، لسه ما خبرنا الطبيب ايمت التقييم. يعني انا بحاول انه سوي لها اكلات ترفع المناعة، سوي لها عصائر ترفع المناعة، بس صدقا شو ما طعمتك، شو ما عملت لها اكلي ما بطعميها اياها الا يعني غصب. بتبكي، بتزعل، قياء مستمر. بس بقول انه شو بدي اساوي، حتى لو انه هيك لازم يدخل اكل على بطنها كرمال انه تقوى، لعل وعسى هيك تتحسن مناعتها. هو المرض يعني بده مناعة عالية. بحاول دائما سوي لها عصائر مناعتها ترفع المناعة، اكلات ترفع المناعة. ان شاء الله هيك بالايام الجاي بشارككم بهالاكلات، وبعمل لكم روتين لإلها كيف انه عم اقضي يومي معها. ما راح طول اكتر من هيك. يعني نحن لحد هلا وصلنا
خبرتكم بكل شي صار معنا من وقتها ما عاد نزلت فيديوهات، يعني تقريبا إلي شي 5 أشهر لليوم. هلأ هي هيك شوي تعبانة من أثر الجرعة، بدي منكم تدعولا بالشفاء. دعوة الغريب مستجابة، هيك إن شاء الله بميزان حسناتكم. الله لا يفجعكم بولادكم ولا يمتحنكم فيهم، لأنه الأطفال بتحرق القلب أكتر من الكبار. يعني عم نشوفهم عم يتألموا، عم نشوفهم متغيرين، ونحن مو طالع بإيدنا نساوي لهم شيء. يعني بتمنى إنه أنا أكون أنا المريضة ولا تكون هي فيها شيء، بس لا اعتراض على حكم رب العالمين. هيك نصيبها، هيك الله كاتب لها، هيك الله رايد لها. ما بنعرف بأي لحظة ممكن الله يشفيها. يعني هو قادر على كل شيء، ما لازم أفقد الأمل أبدا، دائما أملنا بالله كبير. بدي منكم تدعوا لها بكل وقت صلاة، تحكوا قصة لأي حدا يعني بتشوفوه كرمال انه يدعي لها. دعوة الغريب مستجابة. بدي اقلكم بالاخر انه لا تستهينوا باي ألم بيصيبكم ولا بيصيب اطفالكم، لانه بتكونوا بشيء، بتصيروا بشيء يعني غير مستحب. نحن مع انه يعني ما وقفت او تركتها انه عم تتألم، مباشرة اخذتها على الاطباء وصورت لها وما تركتها، وشوفوا لوين وصلنا. الحمد لله رب العالمين ألف مرة، وبنشكر رب العالمين على كل شيء. يعني ما فينا نعترض على حكمه ولا طالع بإيدنا شيء غير إنه نتجه لرب العالمين وندعي له بالشفاء. ادعوا له بلكي هيك الله بيشفيها. على دعاء أي شخص منكم لكم كل الشكر بميزان حسناتكم. هلأ صار لازم ودعكم، إن شاء الله خبركم بكل جديد عم يصير معنا. دمتم برعاية الله وبحفظ الرحمن. السلام عليكم.